أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك. أهواك بمناسبة عيد ميلاد عبد الحليم يوم 21/6. أهواك هو أهوى الإنسان حتى فقد نفسه، وبمعنى الأصح أصعب الصراعات اللي احنا بنشوفها في حياتنا هي الصراعات الداخلية، إن هو بيحب شخص بس هو عايز ينساه من وجع الحب والفراق. والهوى اللي كان بيتكلم عليه عبد الحليم في الأغنية دي كانت مصدر جذب ونفور. لو عايزين تكملوا الفيديو للآخر شوفوا الحلقة كاملة على اليوتيوب، لأن العاشق يا جماعة لا يقف بين شخصين أو طريقين، بل بين شعورين متناقضين بين الشخص ونفسه. عايز النجاة من ألم الحب، لكن مش عايز يكون النجاة من الشخص اللي هو بيحبه، فبالتالي أصبح الحب ملاذ وعبء في آن واحد. ده اسمه التناقض العاطفي. وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني. وإن ضاعت تبقى فداك، بمعنى إيه؟ التضحية المطلقة. والإنسان السوي ما بيلغيش نفسه عشان خاطر الحب، أما الشخص العاشق فهو مستعد يخسر كل حاجة حتى نفسه عشان خاطر الحب. ودي مش رومانسية، دي تضحية مطلقة. واشتاق لعذابي. الإدمان على الحب. الشخص اللي بيعشق حد أو بيحب حد هو مش بيشتاق للحبيب بس، هو بيشتاق للألم اللي حسه معاه. الألم هو الألارم اللي كان بيفكره بالذكريات وبالمشاعر. والعاشق هنا ما بيشتاقش للسعادة مع الحبيب، هو بيشتاق للألم اللي كان بيحسه معاه، لأن كده الألم ده عامل زي آخر خيط رفيع بيفكره بالذكريات اللي كان بيعيشها معاه، وبالشكل ده بيتحول لوجع. ومعروف إن الوجع ده هو نوع من أنواع القرب النفسي، وفرويد كان بيقول لنا إيه؟ ما لا تستطيع تجاوزه نتعود عليه. والقى دموعي فاكراك ارجع تاني. ده استحواذ للذكرى. بمعنى إيه؟ كل ما أجي أنسى بيحصل لي استدعاء للذكريات من خلال الدموع. الدموع هنا مش نتيجة للتذكر، بل هي أداة عشان خاطر أفتكر بيها، أتذكر بيها. ومن هنا لا يعود العاشق بإرادته إلى الحبيب، بل يعود إليها من خلال المشاعر اللي ملقتش نافذة تعبر بيها عن نفسها. وكارل يونج بيقول لنا ما تقاومه يستمر. ولقاك في الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك. اختزال العالم في شخص واحد، والإنسان بيقدر يتحمل أي ألم لو لقي ليه معنى. وبالشكل ده الحب هو المعنى كله، والعالم كله اللي اختزل في شخص اللي هو حبه. وعبد الحليم مش هيشوف العالم حلو زي طبيعته، ومش هيكون جميل غير من خلال عين محبوبته أو عين حبيبه. يا عبد الحليم، يلا بقى عايزة أعرف آرائكم في الكومنتات من خلال أغنية أهواك. وهل انتوا كنتوا عارفين المعنى ده؟ وهل انتوا بتعيشوا المشاعر دي؟ وهل وصلنا لها؟ ولما كنا بنوصل لها كنا بنعمل ايه؟ بس كده.